ملعقتين من الخل وتخلص من اسمرار وتشققات القدمين من أول استخدام. قبل المرور إلى طريقة تحضير الوصفة، احفظ الفيديو حتى لا تفقده. ضع ملعقتين من الخل في وعاء. الخل يزيل تصبغات القدمين ويعالج تشققات الكعب. أضف ملعقتين من عصير الليمون. الليمون يزيل آثار الحذاء ويوحد لون القدمين. أضف كيس من البيكنج بودر. البيكنج بودر يمتص السواد من البشرة. أخلط المكونات جيدا. أضف ملعقة كبيرة من السكر. اخلط جيدا حتى يذوب السكر في الخليط. أضف بياض بيضة. اخلط مرة أخرى. الآن طريقة تطبيق الوصفة. طبقي الخليط على قدميك باستخدام فرشاة. اترك الطبقة الأولى تجف، ثم ضع طبقة أخرى. استمر هكذا حتى تنهي كل الخليط. اترك الخليط حتى يجف على قدميك، ثم قم بفركه بحركات دائرية لإزالة خلايا الجلد الميتة. كما تلاحظ النتيجة مدهشة جدا. سيزول الاسمرار وتختفي تصبغات وتشققات القدمين. يمكنك تطبيق هذه الوصفة على أي منطقة تريد تبييضها. إذا تممت مشاهدة الفيديو، اذكر لنا في التعليقات من أي بلد شاهدت الفيديو. من فضلك ضع إعجابا لأقدم لك المزيد من الوصفات المجربة.